السلام عليكم أحبائي. اليوم نشوفوا مع بعض وصفة الكسرة المحشية ولا كسرة الشحمة. هي وصفة جزائرية تقليدية قديمة جدا، ولكن هي وصفة مطلوبة ومحبوبة جدا جدا. الكسرة تاع اليوم بنينة بزاف، تجي مقرمشة من برا وطرية من الداخل، وحشو رائع جدا، يعني بنين بزاف. اليوم كملوا معايا الفيديو للأخير، راح نمد لكم كل الأسرار باش تنجحوا في هذه الوصفة وتسهل لكم عملية الطهي تاعها وتتحصلوا على أفضل نتيجة بلا تعب. نروحوا مباشرة للطريقة. أولا نبداو نحضروا الحشوة. واش راح ندير؟ راح نقطع بصلة كبيرة أو أكثر من بصلة، يعني على حسب واش عندكم، إلى قطع صغيرة. تقدري أيضا تقطعيها شرائح، واللي ما يحبش يشوف يعني البصل يبان، بإمكانك أنك تفرميه، يعني تربيه. أيضا راح نقطعوا 3 سنون من الثوم بنفس الطريقة ونفرغوهم في المقلاة. ايضا نجيبوا حبه طماطم نقطعوها بنفس الطريقه، يعني مربعات صغيره، ونحطوها فوق البصل والثوم. انا راح نكتفي بهذا الخضار، يعني زدت لهم برك قرن تاع فلفل حار، وانتم بامكانكم تزيدوا يعني كل انواع الخضار اللي تفضلوها. هنا نتبلها بشويه، ملعقه صغيره من الكركم، ملعقه صغيره من الفلفل الاسود، وملعقه صغيره من الكزبر. درت لها ملعقه صغيره من الهريسه، وحطيت لها فنجان من زيت الزيتون وفنجان من الماء. خلطوا كل شيء بارد في بارد، نغطيوهم ونحطوهم على نار هادئه. وفي هذه الاثناء نروحوا نوجدوا العجينه تاعنا. واش راح نديروا في العجينه؟ انا العجينه تاعي استعملت سميد متوسط، سميد من نوعيه كنزه. راح ندير 5 كيلات، يعني 5 مزور من السميد هذا. انا استعملت لا مزور تاعي، الكيله تاعي استعملت غرام كان تاع الفلون. نديروا 5 كيلات كما راكم تلاحظوا. من بعد نقسموا هاد الكيلات تاعي، نقسموهم على 3 خبزات، يعني الكيلات هادو ال5 باغ نحاولوا نقسموهم الى 3 اجزاء متساويه، كل جزء يمثل لي خبزه. دركا هكا باش نعرف قداه نحط الملح وقداه نحط الخميره. كل جزء نحط له ملعقه صغيره من الملح. كل جزء، يعني كل خبزه ملعقه صغيره من الملح، وملعقه ممسوحه من خميره الخبز، ورشه تاع الخميره الكيميائيه. هذه في كل خبزه، يعني في كل جزء. وفي الوسط نجيب فنجان تاع الزيت. بامكانكم تحطوا زيت المائده ولا زيت الزيتون. انا في لافارس حطيت زيت الزيتون، وهنا حطيت زيت المائده. نخلطوا الخمائر اللي حطيتهم مع السميد بعيد على الزيت باش ما يتخلطوش مع الزيت، باش يقدروا يتفاعلوا. ومن بعد نخلطوا الزيت مع السميد مباشره كما راكم تلاحظوا في الفيديو. نبسوا السميد مليح مع هذاك الزيت اللي استعملته كما راكم تلاحظوا. ومن بعد نبداو نبلو بالماء. انا الماء يعني من بين لي زاستيوس، خاصه اذا كنتي مبتدئه، باش ما يعني باش تنجح لك الوصفه هذه. الماء حطي غير بالعقل، يعني ما تكثرش الماء. العجينه ما لازمش تكون جاريه ابدا، العكس راح تكون لازم تكون متماسكه جدا، باش يعني من بعد كي تحشيها وتقلبها في الطاجين ما تستفتحلكش وما تفتفتش. هذه هي، يعني لازم تكون قاسيه، عجينه قاسيه. هذه من بين اسرار، يعني اذا كنتي مش مبتدئه تقدر ديرها طريه نورمال، ولكن اذا يعني ما مورفاش دير هذا النوع من الكسره، ننصحك انك دير عجينه تكون متماسكه. انا الكميه هذه لي ميزور هادو داولي 250 مليلتر من الماء. الماء ما ديروش دافي باش ما نزربش، يعني ما نسرعش تفاعل الخميره. انا من مصلحتي انا ما نحبش هذه تجي كسره رخصيص، يعني ما تجيش كسره يعني الخميره تكون تاعها طالعه ولا تجي طريه. وثاني باش تعاونكم ايضا اللي يحبها بيان سور طريه ولا تكون خميره يديرها هكاك، خليها تتفاعل، يعني يديرها بالماء الدافي وزيد يخليها ترتاح شويه. هذيك اذواق. ولكن للمبتدئات باش تنجح معكم ما تخليوهاش ترتاح وما تفعلوش الخميره، يعني تديروها بالماء البارد. وما اذا لاحظتوا ما السكر، الملعقه تاع السكر اللي تعاون باش تفعل الخميره انا ما حطيتهاش. لميت العجينه تاعي كما قلت لكم ب 250 ملل من الماء العادي، ومن بعد حطيت العجينه فوق البلون دو طرافاي وعجنتها. المرحله هذه اللي عنده عجانه كهربائيه يحطها في العجانه الكهربائيه لمده 4 ولا 5 دقائق. انا عجنتها يعني باليدي كما لاحظتوا 4 دقائق ولا 5. من بعد نحاول نقطعها الى 3 اجزاء متساويه كما راكم تلاحظوا. كل جزء راح نقطعه الى جزئين، يعني كل جزء نقسمه على 2، ولكن الجزئين ما يكونوش متساويين، جزء صغير وجزء كبير. هذه هي، لانه يعني واحده راح نحطها نفرشها، هي الاولى نحط فوقها لافارس الكبيره، والثانيه تكون غطاء، الصغيره تكون غطاء.
هذه هي. تبعوا المراحل فقط. طبعا كما قلت لكم العجينه لازم تكون قاسيه. انا 250 مليلتر، يعني انا السميد تاعي مور فندير به كنزه هذا، يعني على بالي بلي يمتص. اذا كان السميد تاعكم ما يمتصش طبعا راح تحطوا اقل بكثير من الكميه تاع الماء تاعي. هذه هي كما راكم تلاحظوا. ايضا هاد لي ميزور هادو تاع الكسره هنا غطيتها ونروح مباشره، يعني نطلع على لافاغس تاعي. لاحظوا جيدا، لافاغس قيت البصل يعني دبال مليح مباشره. هنا في هذه المرحله تقدروا تكتفيوا يعني كيما هكا فقط، ديروها من خضار، يعني اذا حطيتوا بطاطا ولا حطيتوا كورجيت، ولا تقدروا تضيفوا عليها اللحوم كما حبيتوا. انا هنا حطيت لحم مفروم، تقدروا ديروا دجاج مفروم، تقدروا ايضا دجاج مقطع رقيق، ولا لحم يعني، ولا دجاج مقطع قطع صغيره، ولا حتى شرائح رقيقه. هذه هي كل واحد واش يحب، ولا ديروها بالخضار برك فقط، ولا تخليوها شكشوكه كيما هكا، ومن بعد تحطوا كي تحطوها في الحشو ديروا عليها الطون، يعني اون بواط دو طون، ويعني الحشو تقدروا تتحكموا فيه كما حبيتيو. ملاحظه فقط، هذه الوصفه التقليديه سميتها كسره الشحمه، لانه ما يحطوش فيها بكري، ما يحطوش زيت زيتون، يحطوا فيها كويرات تاع الشحم. هذه هي. نروحوا كما راكم تلاحظوا نجيبوا العجينه تاعي. انا ما خليتهاش ترتاح بزاف كما قلت لكم مباشره. واش هي لازم لافاغس تكون بارده، لما تحطوها تكون بارده، ديروها بكري يعني لافاغس. نطرح الكسره تاعي كما راكم تلاحظوا بالحلال، تكون رقيقه جدا، لانه حطوا في بالكم باللي كاينه طبقه تاع يعني طبقتين من العجين وطبقه من لافاغس، دونك الكسره لازم تكون رقيقه جدا، يعني حوالي 2 ملم ولا 3 ملم فقط. وهذا هو كما راكم تلاحظوا. ومن بعد نجيبوا الخبزه الكبيره، نجيو نحطوا فوقها الحشو. الحشو كما قلت لكم اختياري، تحبوا تحطوا فيها واش حبيتوا. انا هنا بديت بالجبن، حطيت شويه جبن جبن الطلي كما راكم تلاحظوا. هي من الاحسن تكون حاره، اللي يحب الحار يدير الحار كما انا هريسه، اللي ما يحبش الحار يعني له الاختيار. نطغتيني هذا الجبن مع الهريسه في الكسره كما راكم تلاحظوا في العجين. ومن بعد نجيب نحط لافاغ تاعي بعد ما بردت تماما، نزيد نحطها. فوالا نحط كميه مليحه كما قلت لكم. ايضا تقدروا ديروا لافاغس هذه ديروها بالبيض فقط، بيض مغلي يعني بروتين، ديرها بيض مغلي مع زيتون وطون الويل ثاني تجي رائعه. يعني كيما درتيها لافاغس هذه الكسره هذه تجيب لنا في كل الحالات، كيما يعني درتيوها راح تنجح. اي حشوه تحط لها راح تجي مليحه فيها. تقدروا ميم هذه يعني اللي ما عندوش خلاص، اللي ما عنده والو، ما متوفر عنده والو في البيت، يقدر يديرها فقط جبن فقط، يعني تجي محشوه بالجبن، يعني اي كل الحشوات تطلق عليها. لاحظوا جيدا يعني الفيديو قدامكم، حطيت لافاغس، حطيت قطع الجبن في الاخير، زدت وليت حطيت الخبزه تاعي الصغيره، ومن بعد نطلع الاحرف كل نطلعوه من رباطيو الجوانب كامله. لاحظوا جيدا، ما تخافوا ما والو، رباطيو كميه كبيره، ماشي يعني اكثر من سنتيمتر، طلعوه وضغطوا عليه جيدا لي بوردور كامل كما راكم تلاحظوا. ومن بعد نثقبوها بعود تاع شواء ولا بشوكه، ومن بعد نزيدو نعاودو نطرحو جيدا، يعني نضغط جيدا. شوف الثقوب هذوك ما تخرج لكم منهم شويه حموره، يعني تاع لاصوص طوماط عادي جدا، نورمال، يعني ما يصرى لهم حتى حاجه، يعني عادي جدا. لاحظوا جيدا كيف نضغط جيدا هكا، ما نزيد لها لا ماء لا بيض لا والو، والاحراف هذو ما يتفتحوا ما والو، كاننا ما كانها يعني تجي كلي فارسي، ما تبانش يعني جهه الاحراف تاعها. هذه هي. دوك نحي لا تخاص تاع الاصابع بالحلال كما راكم تلاحظوا، ولا براحه الايدي، يعني الا كان ما عندكمش الحلال نحيو لا تخاص، خدموها براحه اليد. وهذه هي. شفتيو هذيك الجهه اللي تاع الاحراف اللي طلعنا منها الاحراف هذيك، يعني لازم باش تحصلوا على كسره مليحه لازم هي الاولى اللي طيب. هذيك هي الجهه اللي نبداو نطيبوها، نبداو نحطوها مباشره. شوف المقلاة هنا عندي، يعني ولا انا طيبتها هنا في المشوات هذه، تقدروا ديروها على الجهه هذه المخططه ولا الجهه الملساء. انا حبيت نديرها على الجهه المخططه من اجل الشكل، يعني عطاتني شكل مليح. شوفوا تكون مسبقه، سبقتي لها التسخين يعني على نار متوسطه. نحطوا كما قلت لكم الجهه تاع الحراف اللي طلعناهم هي الاولى، طيبوها هي الاولى، نضغطوا عليها شويه ونسويو الكسره تاعنا فوق المقلاة ولا فوق الطاجين. ولما ثواني فقط، لما تاخذ شويه يعني شويه هك تحكم روحها، نقلبوها.
هذه هي. نقلبوها دائما طول ما نطيبوا فيها وحنا نضغطوا عليها برفق، باش تتحمر متجانسه، يعني تتحمر كامله. هذه هي. نحاولوا نحركوها ثاني من اجل الشكل، يعني باش يكون عندنا الكروازي هذاك، وايضا باش تتحمر يعني تكون متكافئه، يعني السخانه تقيسها قد قد. هذه هي. هذه الخبزه الثانيه ايضا نفس الشيء، نحطها الجهه اللي طلعت لها الحرف هي الاولى، هي اللي طيب الاولى كما تلاحظوا. ودائما كي نحطوها فوق الطاجين نعدلوا الشكل، دائما نعدلوا الشكل كما راكم تلاحظوا. هذه هي. نضغطوا بالعقل ثواني فقط، ثواني فقط حتى ما تاخذ شويه، ومن بعد نقلبوها. هذه هي. يعني التقليب تاعها يكون سهل جدا كما راكم تلاحظوا. هذه هي. تلاحظوا الثقوب هذوك اللي ثقبناهم في الاول، ما عادي ما يخرج لكم شويه هكا لون احمر ولا، ولكن عادي ما حيخرج لكم حتى حاجه، يعني حيكونوا عادي جدا، ما يصرى والو. هذه هي. لاحظوا جيدا، يعني الفيديو راهو يشرح نفسه. نبقاو نقلبوا ونحركوها فيها بالعقل باش المهم حمروها مليح، هي مليحه تكون محمره جيدا وطيب مليح، وما تكونش النار قويه باش ما تحمرش وتبقى من الداخل يعني عجينه. هذه هي. نحاولوا ان النار تكون متوسطه وحنا نحركوا فيها بالعقل ونضغطوا عليها باش تطيب متوازنه. صدقوني يعني الوصفه هذه رائعه جدا وما تطلبش وقت كبير. نفس الوصفه قلت لكم، كنت حنقول لكم بكري، نفس الوصفه تقدروا ديروها، هي وصفه الكسره الخسيس العاديه، يعني نفس الوصفه نفس المقادير. تحبوا ديروها محشيه بالطريقه هذه، تحبوا ديروها كسره عاديه، هي نفس المقادير. وكنت ديجا عندي فيديو من السابق في القناه، نقدر نحطه لكم في الوصف تشوفوها كسره عاديه، كسره يعني نفس المقادير. وش درت برك لي ميزور كانوا كبار، درت ان بول كبير. هذه هي. بعد ما نطيبوا ونحمروها جيدا، الحواشي هادو كامل، الحراف كامل اللي يقعدوا بيض نحوشيوهم يعني نحمروهم على النار كما راكم تلاحظوا. نهزوا الاخر تاعي ولاحظوا جيدا الاحراف كامل حمرتهم هكا باش تكون الكسره طايبه يعني مليح ومحمره، وتجي ما شاء الله تجي مقرمشه من الداخل، من برا عفوا، ومن الداخل تجي طريه، ولا فاقس هذيك تجي تهبل محوره، يعني من اروع الاكلات. وهي تعتبر غذاء، يعني وجبه كامله، تقدروا ديروها انغوتي كما تقدروا ديروها حتى وجبه، لانها وجبه كامله فيها اللحوم فيها الخضار فيها، يعني غنيه، يعني فيها كلش. هذه